أهلا بيكي يا مامز مع أهم مرحلة في حياة طفلك. النهاردة مش مجرد فيديو، ده كتالوج تغذية ابنك. هنمشي مع بعض خطوة بخطوة، من أول لما تفتحي بقه لأول معلقة لحد ما يقعد معاكوا على السفرة وياكل محشي. عارفة انك خايفة يشرق، خايفة يجيله حساسية، أو خايفة ما ياكلش أصلا. النهاردة هنكسر كل الخوف ده بمعلومة صح. حضري مشروبك المفضل ويلا نبدأ الرحلة. هتكلم في كل التفاصيل، ونيجي بقى للسؤال اللي بيحير كل المامز: امتى يشرب مية وامتى يبدأ أكل؟ طفلك امتى يبدأ أكل؟ في اللي بيقول 4 شهور، في اللي بيقول 6 شهور، ومش عارفين يبدأ امتى. السر مش في التاريخ، السر لما يظهر العلامات دي. لو طفلك قادر يسند راسه وبيقعد مسنود، لو بيبص للأكل بلهفة ولسانه مبقاش يطرد الأكل، يبقى مبروك، احنا جاهزين نأكل طفلك. مش كل الأطفال بتبدأي تأكليها سن 4 شهور، لأن في أطفال بتتولد قبل ميعادها، فعلى حسب ظهور العلامات اللي أنا قلت عليها. هتبدأ أول حاجة بالخضروات، وما تبدأيش بالفاكهة تماما، لأن لو أكل فاكهة وفيها سكر هيحب المذاق بتاع الفاكهة ومش هيرضى ياكل أي أكل تاني. هتبدأي بالخضار زي الجزر، البطاطا، البطاطس، بتسويها بالسلق وتبقى مهروسة، أو بالبخار أفضل عشان تحافظي على جميع فيتاميناتها وأملاحها المعدنية. مش شرط يبقى عندك حلة بخار، ممكن تجيبي حلة عادية وتحطي فيها مية وفوقها مصفى، والمصفى يكون فيها الأكل، وتغطيها وتسيبها تسويها على البخار. تسيبها على النار لغاية ما تستوى تماما، وبعد كده تهرسيها بشوكة وتخلي القوام بتاعها زي الزبادي، ما يبقاش سايب خالص بحيث طفلك ما يشرقش. علمنا هياكل ايه من الخضروات زي الكوسة والبطاطا والبطاطس والجزر والقرع العسل. طب في الحبوب هياكل رز، قمح اللي هو بليلة وشوفان. طب بالنسبة للفاكهة ممكن ياكل تفاح أو موز أو جوافة، بس الجوافة تشيل البذر تماما وتتأكدي اللي هي خالية من البذر. طيب طريقة الأكل، انت هتجربي نوع واحد لمدة 3 أيام. طب ليه نوع واحد وليه 3 أيام؟ ويفضل يكون الصبح كمان، علشان لو ظهر عليه أعراض الحساسية، أو ظهر عليه طفح جلدي أو إسهال أو حتى ترجيع، تعرفي اللي هو بيتحسس من النوع ده. والصبح ليه؟ علشان تلحقيه، يعني لو حصل لا قدر الله أي شيء تقدري تروحي للدكتور، أما بالليل مش هتعرفي تروحي في حتة. تمام، خلصت اول 3 ايام وجربت الصنف، لو بياكلوا تمام مفيش اي اعراض يبقى الصنف ده تمام مش بيتحسس منه. هتبدأي تاني في 3 ايام تانيين، هتبدأي بصنف تاني مع الصنف الاولاني، هتأكلي الصنف الجديد الصبح لمدة 3 ايام، وبالليل هتأكلي الصنف القديم مر 3 ايام كمان. هنبدأ صنف تالت، هتعطيله الصنف الجديد الصبح برضو، والصنفين التانيين بالنهار، واحد بالنهار وواحد بالليل. طب هتقولي هو الطفل هياكل 3 وجبات ازاي؟ هو مش بياكل كمية كبيرة، هو الهدف من الفترة دي ان احنا نعوده على طعم الاكل، يحس ويتذوق طعم الاكل الجديد اللي هو بيدخله غير الحليب. وطبعا اهم حاجة في الفترة دي الحليب يكون اكتر من الاكل في اول سنة، لان غذاه كله بياخده من الحليب. في سن 6 شهور نبدأ ندخله أكل فيه حديد، زي كبدة الفراخ خفيفة جدا وسهلة الهرس، تفاح مسلوق، لأن أصلا مخزون الحديد بيبقى خلص اللي هو المخزون اللي هو مولود بيه. في سن 8 ل10 شهور بتبدأي تدخليله صفار بيض وتشوف اختبار الحساسية زي ما قلنا 3 أيام. الصفار تمام مش مسبب لي حساسية، خلاص أكليه صفار. تبدأي تدخليله مثلا زي العدس، الفاصوليا المهروسة، اهرسيها. خلاص بقى سيبنا مرحلة السلق، ابدأي اهرسي، بيبدأ يطلعله السنان، وتعودوا اللثة بتاعه اللي هو يندغ الأكل، أو يبقى فيه يعني مهروس وفيه حتت صغيرة كده جدا. وتدخليله حمص، فاصوليا بيضة، صدر دجاج مفروم كويس قوي مع الخضار، أو قطعة سمك مشوية منزوعة الشوك وتتأكدي ان مفيهاش اي شوك. بصي عموما كل ما يكبر شهر كل ما مساحة الاكل
تبدأ تزيد، بس هنرجع لنفس النقطة ان اول سنة المهم فيها الرضاعة، ولكن مساحة الوجبة بتاخد مكانها، بتبقى اكبر من الاول. وفي شوية كده ممنوعات ممنوع ابنك ياخدها قبل السنة، زي العسل، السكر والملح، لان الملح بيجهد الكلى، والسكر بيخرب حاسة التذوق، بيعوده على المسكر فيجي ياكل الاكل التاني يرفضه. تالت حاجة وهو الحليب البقري. وفي نقطة مهمة قوي بعض الأمهات بيعملوها بتجيب نتيجة، ان هو لو مش راضي ياكل بتبدأي تحطي معلقة حليب اللي هو الحليب الطبيعي بتاعك على الأكل، بحيث اما يجي يتذوق الأكل يحس ان في حاجة في طعم مش غريب عليه، لان هو متعود على الحليب. هنيجي عند سؤال المية يشربها امتى. بصي، لو طفلك بيرضع طبيعي او صناعي ولسه ما بدأش اكل، ممنوع تماما تدخلي المية. ليه؟ لان لبن الام فيه حوالي 80 منه مية، واللبن الصناعي بتدوبيه طبعا بمية. معدة البيبي صغيرة، فبلاش تمليها مية، مش هيقدر يشرب الحليب او ياكل الاكل اللي انت بتاكليه، لان معدته اصلا امتلت مية. امتى ادخله المية وايه الكمية اللي ممكن يشربها؟ بصي، اول لما تبدأي تدخلي اكل صلب اعتله مية، وطبعا مش كمية كبيرة، ده هي بتكون من 60 ل120 ملي في اليوم. طب بتقدميها ازاي؟ بتقدميها تدريجي بعد وجبات الاكل، ومع الوقت لما الاكل بيزيد هو لوحده هيطلب اكتر. ونصيحة من القلب لكل ام، في النهاية الأكل مش بس فيتامينات، الأكل حب وتواصل، ولو رفض ياكل النهاردة بكرة هياكل، ولو بهدل نفسه بالأكل افرحي لأنه كده بيتعلم. أنا عملتلك جدول أسبوعي هسيبهولك في أول تعليق أو في الوصف تحت، اطبعيه وعلقيه على التلاجة، وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان الفيديو الجاي هيكون عن أكلات ذكاء الطفل. دمتي ودام طفلك بألف خير. سلام.